في الحلقة دي من النجمة بتحكي معانا حالة خاصة جدا ومختلفة. زوجين من نفس البرج، برج الجدي. الزوج مواليد 24 ديسمبر 1967 والزوجة مواليد 26 ديسمبر 1977. يعني جدي بخبرة وسنين قدام جدية طموحة وعملية، عقل قدام عقل ومسؤولية قدام مسؤولية. يا ترى العلاقة دي قوة مضاعفة ولا صمت وعناد؟ خليكم معايا. الحياة العائلية. بيت الجدي مع الجدي بيت قائم على النظام والالتزام، وإن كل واحد يعرف دوره كويس. الزوج مواليد 1967 شايف نفسه عمود البيت الحقيقي، مسؤول، هادي، وبيحب إن كلمته تمشي علشان شايف إن ده أمان للأسرة. الزوجة مواليد 77 ست قوية، عملية، بتشيل وبتنظم، بس محتاجة تحس إن رأيها مسموع وإنها الشريكة مش تابعة. المشكلة هنا إن البيت أحياناً يبقى منظم زيادة عن اللزوم، هادئ زيادة عن اللزوم، في أمان بس نقصه دفى. والحل بسيط، لحظة عفوية، ضحكة من القلب، وكسر للروتين علشان البيت يفضل بيت مش مشروع شغل. المال والماديات. مادياً العلاقة دي من أقوى العلاقات. الزوج مواليد 1967 بيفكر في الأمان قبل أي حاجة، مش مشروع شغل، بيحسبها بالعقل وبيخاف من المخاطرة. الزوجة مواليد 1977 عندها عقل مالي ذكي، شايفة فرص وعايزة تحس إن الحياة بتتحسن، مش واقفة عند حد معين. الخلاف هنا مش على الفلوس، الخلاف على طريقة إدارتها. هو عايز يحافظ وهي عايزة تطور، والتوازن الذهبي بينهم إن يبقى فيه جزء ثابت للأمان وجزء متحرك للتطوير من غير عناد ولا فرض رأي. الحب والمشاعر. الحب بين جدي وجدي حب هادي، مش صاخب، بس حقيقي. الزوج بيعبر بالفعل مش بالكلام، وشايف إن قيامه بمسؤولياته هو أكبر دليل حب. الزوجة محتاجة كلمة، نظرة، اهتمام بسيط يحسسها إنها أولوية. كلمة حلوة هنا بتفرق أكتر من مجهود كبير مش محسوب. التحديات. أكبر تحدي في العلاقة دي هو الصمت. الاتنين ممكن يزعلوا ويسكتوا، وكل واحد شايف نفسه صح، ومع الوقت السكوت ده يعمل مسافة من غير ما ياخدوا بالهم. الحل؟ الكلام وقت الزعل، والاعتراف بالخطأ حتى لو بسيط. الرسالة القدرية. العلاقة دي مش سهلة، بس مش عشوائية. فرق السن هنا مش ضعف، ده تكامل. هو خبرة وثبات، وهي تجديد ونفس جديد. ولو الاتنين اختاروا يوازنوا بين العقل والقلب، العلاقة دي تطلع أسرة قوية وبيت ثابت ومستقبل مضمون. الخاتمة. النجمة بتقول لكم لو الجدي فهم إن السيطرة مش قوة، وفهمت أنثى الجدي إن اللين مش ضعف، العلاقة دي تبقى جبل قدام أي عاصفة. والنجمة بتحكي